السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت دبي من 6 سنين من غير واسطة ومن غير خبرة كبيرة، دلوقتي شغال الحمد لله في أكبر فنادق موجودة في دبي. في الفيديو ده أنا هجاوب على 4 أسئلة من اللي وصلت لي منكم على التيك توك. لو أنت مش متابعني تابعني هناك، أنا بنزل محتوى دايما عن الفنادق والسياحة وإزاي تشتغل في مجال الفنادق. ال4 أسئلة هيكونوا ليه مجال الفنادق تحديدا، ممكن تذاكر إيه أو محتاج إيه عشان تشتغل في مجال الفنادق من غير أي خبرة خالص، السي في تكتب فيه إيه، ورابع حاجة تقدم فين وإزاي. حتى لو انت كنت تعليم حكومي زيي او خريج كليه تجاره زيي، مش بتعرف تتكلم انجليزي، بتخاف تتكلم قدام اصحابك عشان ممكن يتريقوا عليك، ما عندكش خبره خالص، او عندك بس مش واثق انها كفايه، الفيديو اللي انا هعمله النهارده هياخد بس 10 دقائق من وقتك، بس ممكن يوفر عليك خبره سنين كتير، وهيوفر عليك الافات الفلوس ووقت ممكن تضيعه على الفاضي. خليني اعرف نفسي للي ما يعرفنيش. انا اسمي محمد طارق، حاليا في دبي بقالي 6 سنوات شغال في مجال الفنادق. تقريبا الخبره اللي عندي من 11 سنه في مجال الفنادق. انا خريج كليه تجاره، ما كانش ليا اي علاقه خالص بمجال الفنادق، فلو انا عملت كده انت كمان تقدر تعمل كده. خلينا ندخل في اول سؤال، ليه مجال الفنادق تحديدا وخصوصا لو في دبي؟ لو فكرت فيها منطقيا، دبي هي اكبر مدينه سياحيه موجوده في العالم دلوقتي. ناس كتير جدا بتحب تسافر الامارات او حابه تيجي في دبي، بس ما بيفكروش في مجال الفنادق. في فرص كتير جدا ووظائف كتير مش بتحتاج خبره، لكن لازم تكون جاهز وفاهم السوق ماشي ازاي. الوظائف المتاحه في الفنادق بشكل عموما زي فرونت اوفيس ايجنت، اللي هو زي الاستقبال اللي انت بتستقبل الجست، تعمله للتشيك ان وللتشيك اوت. تاني حاجه ممكن مثلا البي بوي، البيل بوي اللي هو زي الكونسيرج برضه، اللي هو انت بتساعد الجست في توصيل الشنط واخذ الشنط وبعض الطلبات الثانيه. ممكن برضه هاوس كيبنج اللي بيكون مسؤول عن تنظيف الغرف. ممكن روم سيرفيس، بس بلاش ديت عشان بيبقى داخل فيها الكحول شويه، اللي انت لازم تسيرف الكحول وبتوصل الغرف. بابليك اريا هاوس كيبنج اللي انت بتبقى مسؤول عن نظافه البابليك اريا او الاماكن العامه اللي موجوده في الفندق. لايف جارد ممكن برضو تقدم عليها، بس تحتاج رخصه انقاذ، ممكن تعملها من مصر وبعدين بتيجي تعدلها هنا. ممكن جيست ريليشن ايجنت، دي برضو من اشهر الحاجات اللي موجوده هنا، اللي انت برضو تبقى مساعد للجيست. واخر حاجه اللي هي ممكن من غير خبره خالص زي ريزرفيشن ايجنت، اللي انت بتبقى مسؤول حجوزات. خليني اصحح حاجه ناس كتير ما تعرفهاش، ان الفنادق بتغطي السكن، بتغطي المواصلات والوجبات داخل ساعات العمل برضو. وفي بعض الفنادق بتعمل وجبات او زي بوفيه، كافتيريا صغيره في السكن ذات نفسه، فبتبقى برضو في وجبات في الفندق والمكان اللي انت ساكن فيه. بجانب بيغطوا لو انت جاي، لو انت هتقدم من مصر، وده اللي انا عملته، انا كنت بقدم من على لينكد ان، الفندق تكفل بجميع المصاريف. ليه مجال الفنادق تحديدا لو انت جاي دبي؟ لانه مجال دائم النمو في دبي. قطاع الفنادق او الضيافه من اكبر القطاعات اللي موجوده في دبي. الطلب عليه مستمر بسبب السياحه والمؤتمرات الفعاليات الدوليه. برضو عندك فرصه ترقيه سريعه جدا، لو انت عندك شغف وبتتعلم بسرعه ممكن تترقى وتوصل لمناصب اعلى في وقت قصير مقارنه بالمجالات الثانيه. خلينا نقول تجربه عالميه، هتتعامل مع ناس من كل دول العالم، وده بيزود خبرتك ويفتح لك فرص في دول تانية بعد كده، وبيفتح عينيك على حاجات كتير. الشغل في الفنادق متنوع ومش روتيني، كل يوم في جديد وتحديات مختلفه. انت كل يوم حرفيا بتتعامل مع جست وبتتعامل مع عملاء من دول العالم كلها. كتير من الفنادق بتوفر سكن، مواصلات، وجبات، تامين طبي، بجانب الراتب الاساسي، بجانب تذاكر الطيران بتبقى كل سنه او كل سنتين حسب الفندق. تمام. اول حاجه لو اللغه عندك كويسه ممكن تقدم على ريسبشنست او الفرونت ديسك ايجنت او جيست ريليشن وريزرفيشن ايجنت. كل دوت دي يعتبر من احسن الحاجات اللي انت ممكن تبدا بيها لو انت ما عندكش خبره خالص، بس دي محتاجه انجلش يكون على الاقل متوسط، بحيث ان انت هتعرف تتعامل دايركتلي مع الجيست. المرتبات بتبدا من 2000 درهم ل 4000 درهم حسب الفندق اللي انت هتبقى رايحه، ان كان سيتي هوتيل او ريزورت. معظم الفنادق هنا سيتي هوتيل عشان دبي مدينه ما فيهاش زي مش زي الغردقه او شرم الشيخ اللي هو موجوده كلها على البحر. تمام. المرتبات اللي انا ذكرتها دي مش هتكون اخر حاجه او دي اللي انت هتاخده. خلينا نقول مثلا في الريسبشن انت ممكن تعمل زي اب سيلينج. ايه الاب سيلينج؟ اللي انت لو عملت غرفه ابجريد، اللي هو لو جست جاي حاجه زي غرفه الستاندرد وانت خليته ياخد سويت مثلا، انت بتاخد زي كوميشن او نسبه من الفلوس اللي انت اخذتها من الجست. هنقول بعض الفنادق بتدي كوميشن نسبه زي 3% 4% من المبلغ اللي انت اخذته من الجست. يعني مثلا لو انت اخذت من الجست 100000 درهم في ابجريد، وايوه ده بيحصل، تمام، فانت ممكن تاخد 4000 درهم، ده الكوميشن بتاعك من الابجريد اول. في فنادق ثانيه ممكن لا، هي بتبقى عامله فيكس برايس، يعني لو انت بعت الغرفه ديت، تمام، هديك 700 درهم في الليله في الغرفه دي، او 100 درهم للغرفه ديت. يعني مثلا لو عملت الابجريد لمده 10 ليالي تاخد 1000 درهم على كل ليله 100 درهم، وانت ساعتها تبقى واخد من الجست مثلا 60000 او 50000. ممكن انا بتكلم شويه في حته اللكشري، او لان انا
الحمد لله يعني اشتغلت في الفنادق اللي هي العاليه شويه. الفنادق اللي هي بتكون سيتي هوتيل موجوده في دبي عندهم نفس الكلام، بس بيكون النسبه اقل شويه، يعني ممكن تاخد 50 درهم او 100 درهم برضو في الابجريد. نفس الفكره في الريزرفيشن، انت برضو لما بتعمل حجوزات بيبقى ليك نسبه منها. نفس الفكره في الجست ريليشن، لما انت بتعمل حجوزات للمطاعم او مثلا عملت الجست حجز في السبا، او خلينا نقول جبت باكج ورد او الحاجات دي، كل حاجه بتاخد عليها نسبه. بجانب بقى في حاجه اساسيه لكل اللي هو الشغلانات ديت، اللي هي حاجه اسمها التبس دي. انت وحظك بقى، تمام، اللي هو زي الجسم ممكن يشكرك في الاخر، الناس ممكن تاخد زي $100 $200. انا صراحه لما كنت لسه شغال في الريسبشن اكتر حاجه اخذتها كانت 500 يورو، كانت حاجه كويسه جدا. في زميله ليا برضو كان عملت للجست ابجريد فور فري عشان هم كانوا لسه هاني مونر، اداها 8000 درهم على ما افتكر. فانت وحظك، لو انت الانجليزي عندك مش هيبقى قوي ممكن تقدم على الهاوس كيبنج او الكونسيرج او البيل بوي، وممكن الويتر. بس بلاش الويتر عشان بتبقى داخله فيها الكحول دايركتلي، ان انت ممكن تتعامل مع الكحول وتقدمه للجست والكلام دوت ما بننصحش بيه. ده طبعا بيبقى مشترك معاه اللي هي الوجبات اليوميه والتامين الصحي وتذاكر الطيران بعد سنه او سنتين والانترنت. في فرصه برضو ترقيات اللي هي كل 6 شهور، لو انت اجتهدت واشتغلت بتترقى بسرعه. الترقيات بتبقى في مجال الفنادق مرتين في السنه، فانت طبعا واجتهادك لما توصل لمدير بيكون في مميزات طبعا كتير جدا. ابسط ما فيها ان انت بتاخد بدل سكن، ممكن تسكن بره السكن او بره الفندق، والفندق بيديك كل الفلوس. بتكون تقريبا من 50، هم بيغطوا من 50,000 درهم ل 100,000 درهم. الفندق بيديك حاجه زي كده. وايوه ده الايجار السنوي هنا لاستوديو او غرفه صاله، ما تحسبهاش مصري ارجوك. فانت بتعمل العقد وبتديه للفندق، والفندق بيغطي لك المصاريف ديت، بجانب طبعا لو انت عندك اطفال بيغطي لك التعليم اللي هي المدارس. ممكن برضو بيكون في زي السياره او البنزين، برضو كل الحاجات دي بتتغطى كل ما انت تعلم. لو انت بدات مثلا من غير اي خبره، خلال 3 سنين 4 سنين ممكن توصل لمدير، دي سهله جدا في مجال الفنادق. تمام. تاني حاجه ممكن تذاكر ايه، او انت محتاج تعرف ايه عشان تشتغل في الفنادق بجانب الانجليزي. لازم يكون عندك برضو مهارات تواصل وخدمه عملاء. لازم تكون لبق، تعرف تتعامل مع ضيوف باحترام وتحل مشاكلهم بسرعه. واعتقد دي هتيجي مع الخبره، بس اتليست انت يكون عندك البذره او الاساس. لازم تكون مرن في اوقات العمل، لان طبعا 24 ساعه الفنادق شغاله، فلازم يكون عندك قابليه ان انت تشتغل روتيشن شيفت، اللي هو زي الصبح او الافترنون والنايت شيفت برضه. خليني برضه اقول لك ما تفتكرش هنا اللي انت هتاخد اجازات في الهاي سيزون زي النيو يير او الاعياد، او مثلا لما يكون في ايفنت او حفليات كبيره وفعاليات كبيره في دبي، لان ديت وقت الزحمه الاساسيه في الفنادق. فانت ما ينفعش تاخد اجازات في حاجه زي كده. الاجازات بتكون يوم واحد في الاول، بعد كده لما توصل مدير طبعا بتاخد يومين اجازه في الاسبوع. ممكن تذاكر حاجات مجانيه عن خدمه العملاء واساسيات الضيافه. لو قدرت تتعلم عن انظمه الحجز زي الاوبرا او الفيديليو، وطبعا التعامل مع الكمبيوتر دي ميزه هتبقى اضافيه عندك. ثالث حاجه السي في تكتب فيه ايه. تمام. انا شفت سيفيهات كتير جدا الناس بعتتها لي على التيك توك، للاسف ما كانتش احسن حاجه. فاحنا محتاجين في السي في لما انت تيجي تقدمه لاي شركه او لاي فندق، اهم حاجه طبعا معلوماتك الشخصيه. هيكون الاسم، بلاش تكتب اسمك كله زي في البطاقه. انا اسمي مثلا عندي 7 اسامي في البطاقه، فانا بكتب بس ممكن محمد طارق او محمد عبد الهادي. ممكن تاخد الاول الاسم الاول والثاني، او الاسم الاول والاخير. بعد كده ممكن تحط رقم التليفون، ما تنساش تحط رقم التليفون بلس بعد كده 2. الجنسيه بتاعتك لو في صوره تبقى كويسه، لو صوره فول بالو اللي هي فول بادي تبقى كويسه لو انت بتقدم على الريسبشن او الجست ريليشن عشان تشوف الهيئه كلها. اكيد حط اللينك بتاع لينكد ان، وحاول تخلي لينكد ان طبعا بيكون زي السي في بالظبط. اكتب اباوت مي او انفورميشن 3 4 سطور عن شخصيتك، زي انت شخص اجتماعي بتحب خدمه العملاء ومستعد تتعلم بسرعه، الحاجات اللي هي تاهلك ان انت تشتغل في الفنادق. اكتب المؤهل الدراسي، اخر شهادات مثلا خدتها ان كنت جامعه او ثانويه عامه. مهارات زي اللغه الانجليزيه، مهارات التواصل، المرونه طبعا، والتيم ورك اللي هو الخبرات السابقه لو في لازم برضو تكتبها. حتى لو شغل بسيط جدا تطوع، وضح فيه انك اتعاملت قبل كده مع عملاء فيس تو فيس وانت ملتزم في الشغل وموافق ان انت برضو تشتغل زي روتيشن شيفت. اللغات، اذكر اللغات اللي انت بتتكلمها ان كان عربي، انجلش، جيرمان، راشن، اني انذر لانجويج يو سبيك. بس في حاجه شفت ناس كتير بتكتب في اللانجوج، خلينا نقول زي الانجليش سي اينز، وده سي ده الماني اللي هي سي 1 او سي 2. معلش عشان انا بحكي الماني برضو، فاللغات ساعات بتخش مع بعض. اللي هي زي سي 1 او سي 2 او بي 1 او بي 2. بلاش نكتب حاجه زي كده، دي تكتبها اكتر في الشغلانات اللي هي الاكاديميه، مش شغلانات زي الفنادق او الشركات. تمام. انت ممكن تكتب في اللغه العربيه نيتف طبعا لان دي لغتك الام. لو تتكلم انجلش ممكن تكتب فلوينت، اللي هو انت لو الليفل بتاعك عالي شويه. تمام. او لو انت لسه متواصل ممكن تكتب ادفانس. اي لغه ثانيه زي الجيرمان او راشن، تركيش، ممكن تكتبها البيزك. اي شهادات، اي انترنشيب ممكن تذكرها طبعا تحت خالص. اي انجازات حاول
تكتبها انت انجزت ايه في الكليه، عملت ايه، عملت عمل تطوعي، الكلام ده كله بيبقى كويس برضو في السي في. ابدا من اللي انت شغال فيه دلوقتي، بلاش تبدا من الحاجات اللي قبل كده، دي برضو بشوفها كتير، دي بتبقى غلط. انت بتبدا من الكرنت اللي انت شغاله، مثلا خلينا نقول من 2022 لحد دلوقتي شغال كذا كذا كذا، قبل دوت انا اشتغلت 1 2 3، فابدا بالحالي بعد كده القديم. مهمه كمان السي في لازم يكون اي تي اس. ايه الاي تي اس؟ اللي هو السي في بيكون من غير الوان، الفونت كل واحد، السي في بيكون منظم، حاجات البيزك. الاي تي اس موجود برضو على الوورد، ممكن تحملوا منه نسخ كتير وتعملوا له ابديت. انا هحط لكم برضو تحت في الديسكربشن لينك ممكن تنزل منه الاي تي اس دايركتلي، ممكن تنزل منه الاي تي اس على طول وتحمله. رابع حاجه، تقدم فين وازاي؟ التقديم كله بيكون اونلاين، ده في دبي، ده مش في فنادق بس، كل حاجه في دبي بتبقى اونلاين. ممكن تكتب ماريوت كارير، ممكن تكتب اكور كارير اللي هو اسم الفندق، بعد كده كارير في جوجل، وتخش تقدم على الموقع الرسمي ذات نفسه. بجانب في مواقع تانية كتير طبعا، اشهرها لينكد ان، وفي انديد، في بايت دوت كوم، برضو في مواقع كتير انا هسيبها لكم تحت في الديسكربشن، خشوا عليها وقدموا. بجانب المواقع انت لازم تشوف برضو الوك ان انترفيوز لو جيت هنا دبي، بيبقى في جروبس كتير على الفيسبوك، وفي كوميونتي برضو هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. اتمنى كانت المعلومات تكون مفيده، حبيت اعمل فيديو سريع بس واجاوب على الاسئله اللي كانت بتجي لي على التيك توك. لو انتم محتاجين اي حاجه ممكن تكتبها لي في الكومنت، واحاول اعمل فيديو تاني سريع احاول افيدكم فيه عن الفنادق ومجال السياحه. كان معكم محمد طارق، السلام عليكم.